مساء الخير. تعالوا نعمل مع بعض شوية كب كيك حلو قوي، ينفع فطار سريع ويتحط كمان في اللانش بوكس، كمان ينفع لو جايلك ضيوف كده بسرعة تقدري تقومي تعمليه. يلا بينا نبدأ الفيديو، وما تنسيش لايك وشير ونسمي الله. اول حاجة يفضل ان المقادير كلها تكون بدرجة حرارة المطبخ. عندي هنا 2 بيضة، هنزل عليهم ب2 باكت من الفانيليا، ولو عندك فانيليا سايلة حطي معلقة صغيرة. هنزل عليهم بكوباية من السكر، وانا استخدمت الكوبايات المعيارية. تقدري تستخدمي مج الشاي، بس المج اللي هتستخدميه هو اللي هتستخدميه في الوصفة كلها. هضربهم كده لحد ما اللون بتاعهم يفتح وكمان يتضاعف. هنزل عليهم بنص كوباية من الزيت ونص كوباية من الحليب، وكله يكون بدرجة حرارة المطبخ. هضربهم ضربتين تانيين لحد ما يبدأوا يختلطوا مع بعض اكتر، وكمان حبيبات السكر تبدأ ان هي برضو تختفي. انا هنا مستخدمه سكر حبيبات، ما استخدمت السكر بودر. عندي كوبايه ونص من الدقيق، هحط عليهم معلقه كبيره من الكيك شيف او البيكنج باودر، وهحط عليهم رشه من الملح، وهبدا ان انا اقلب المكونات الجافه مع بعض كويس جدا، والدقيق يكون منخول قبليها طبعا. هنزل بقى بنص كميه الدقيق على الخليط، وهبدا ان انا اقلبهم بالمضرب سريعا، وبعد كده هحط بقيه الكميه. تقدري تستخدمي المضرب اليدوي عادي جدا، بس هتحتاجي شوية وقت علشان خاطر تدمجي السكر مع البيض. الخليط هيكون متماسك، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. بعد كده هحضر صينية الكب كيك، وهحط فيها الورق بتاع الكب كيك، وهبدأ انزل بقى بالخليط في ورقات الكب كيك. هحط 3/4 الورقة او 3/4 الكب، علشان اسيب مساحة علشان لما يرتفع. هيعملوا معايا كمية حلوة جدا، حوالي 15 كب كيك، وكمان في واحدة هتكون زيادة هعملها في كوباية كده. الكوبايات الكرتون دي فكرة حلوة قوي، لو ما عندكيش الورق بتاع الكب كيك ممكن تعمليها بسهولة. هنا بقى هبدأ في شوية من الخليط كده، كنت سايبة حوالي 3 معالق. هبدأ ان انا ازود شوية من الكاكاو، ولو حسيتي ان الخليط تقل قوي معاكي حطي معلقة من الحليب. حطيت معلقة صغيرة من الحليب، وهبدأ ان انا اغمقه يعني حسب التغميق اللي انت عايزاه او حسب الدرجة اللي انت عايزاه. وهجيب كده بالمعلقة واعمل شوية حركات من فوق، بحيث يكون مختلط شوية شوكولاتة مع شوية فانيليا. وهعملهم بالسكينة كده، ادمجهم مع بعض. مشغلة الفرن على درجة حرارة 170، طبعا فوق وتحت. هدخله على فرن ساخن. اخد معايا حوالي 25 دقيقة. بتختبريه بالسكينة او بالستيك، واول ما بيطلع بتسيبيه يهدى خالص، وبعد كده بتبدأي ان انت تطلعيه من الورقات بتاعته. وكده لما طلع وهدى خالص معايا، تحفة جدا. ريحته حلوة قوي، طري، مش مزيت كده، كمية الزيت اللي فيه مناسبة قوي. وبصوا الكوباية دي، تعالوا نفتحها مع بعض. فكرة حلوة برضو للناس اللي ما عندهاش صواني الكب كيك. الكوبايات دي مش غالية، فممكن ان انت تجيبيها وتعملي منها الكب كيك، وهياخد معاكي كمية اكبر، ولكن هي بتكون استخدام مرة واحدة من غير ما ادهنها اي حاجة. بيطلع معايا بكل سهولة. شكلها حلو قوي قوي. تعالوا بقى نقطعها كده. حلو قوي وسريع، وينفع في اللانش بوكس، ينفع فطار سريع جنب كوباية شاي، وكمان ينفع لو جايلك ضيوف. ممكن تعمليه في صينية مقاس 22 المقدار ده، او الصينية بتاعة الانجليش كيك. بس كده عملنا كب كيك سهل وسريع، وحرفيا ما خدش مننا اي وقت. هسيبلك كل ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. لو عملتيه اكتبيلي في الكومنتات. ما تنسيش لايك للفيديو واشتراك في القناة. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.